شايفين الفلوس اللي بتتفحم دي؟ صعب عليكم شكلها صح؟ مش انتم أولى بيها بدل اللي بيحصل فيها ده؟ لو كل واحد أخد له باكو من دول كان زمانه ملك مروق على حاله سلطان زمانه. بتاعت مين الفلوس دي كلها؟ وحصل ايه فيها في النهاية؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. معلش هصدمكم، بس عمر الفلوس دي ما كانت ولا هتكون لواحد فيكم، ولا في حد فيكم هياخد منها جنيه واحد، اللي لو كان شغال مع صاحبها اللي هو رجل أعمال شهير في منطقة المهندسين بالقاهرة، اللي فوجئ من كام يوم كده إن الخزنة بتاعته اللي عاملها تحت الأرض تحت جراج شركته بتشعلل. قبل ما نقول اللي حصل لازم نوضح إن اللي نشر الفيديو ده موقع القاهرة 24. نروح بقى للي حصل واللي هو غريب وفيه تفاصيل كتير. أولها إن لحد دلوقتي محدش فاهم ليه رجل أعمال كبير وواعي يحط 25 مليون جنيه في مكان واحد، والمكان ده مش بنك حتى ولا في أمان الحكومة، لا ده حطه تحت شركته. يعني ببساطة خالص كل موظفين الشركة أكيد عارفين إن في فلوس وفلوس كتير، لدرجة إن أي حد ممكن يطمع فيها. وده اللي حصل فعلا. في واحد من اللي شغالين في الشركة دي طمع وحاول يسرق الفلوس، جزء من الفلوس أكيد مش كلها يعني، لأنه أصلا مش هيقدر يشيلها كلها حتى لو كان مين. اللي حاول يسرق الفلوس دي كان اللي هو المفروض عليه يكون حامي الفلوس، وهو واحد من أمن المكان. وعلى حسب المواقع الإخبارية المختلفة فالراجل حاول يسرق جزء من الفلوس، وهو سرق بالفعل شنطة كاملة ملاها لآخرها فلوس واداها لابنه يخبيها عند أخته في منطقة حدائق القبة، قال يعني عشان محدش يعرفها. بس الحقيقة إنه انكشف لأنه غبي، وغبي ده مش وصفنا إحنا، ده وصف المواقع الإخبارية برضو، اللي قالت إن غبائه خلاه يشعلل في الفلوس الباقية في الخزنة عشان محدش يعرف إنه أخد حاجة منها. اتفزلك يعني، والفزلكة دي راحت على فشوش، لأن الراجل صاحب الشركة بلغ الشرطة اللي راحت بسرعة جدا هي وعربيات المطافي، اللي حاولوا على قد ما يقدروا إنهم يطفوا الفلوس من اللي حصل فيها. وطبعا لما الشرطة راحت ففي سين وجيم، أسئلة من اللي قلبك يحبها. ليه الفلوس دي هنا؟ بتعمل إيه؟ ومين اللي يعرف مكانها؟ والأهم مين اللي عمل فيها كده أصلا؟ وكان أول شك في عامل الأمن اللي من غبائه الزيادة عن اللزوم إنه كان مبدل ميعاد شغله كمان، يعني هو ميعاده المفترض إنه يكون الصبح، هو بقى بذكائه راح بالليل، وطبعا عشان يسرق الخزنة. المهم إن الشرطة مسكت عامل الأمن ده وظبطته واعترف باللي عمله. المشكلة دلوقتي في الفلوس اللي اتفحمت دي مصيرها إيه دلوقتي؟ والحقيقة إن مفيش أي حاجة رسمية نقدر نقولها فيها، لكن الأخبار اللي بتتداول كانت مفاجأة عن إن رجل الأعمال ده مأمن على فلوسه وشركة التأمين احتمال تعوضه عنها. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل ما نقفل حابين نعرف رأيكم في الحركة الغبية اللي حصلت في الفلوس دي، وأحساسكم إيه وهي بتتفحم كده؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات.